وانا هساعدك. اكيد ساعدني طبعا. نعم. الزمالك يعني كان يهمه هذا الفوز ويهمه هذا المركز. الملاحظه بس طبعا ان حسام حسن وطارق قعدوا يعني متحفظين جدا. طارق سليمان قعدوا متحفظين جدا طول المباراه. نعم. بحيث ان يعني ما يجرحوش مشاعر جماهير بورسعيد، وخصوصا في الهدف الجميل اللي احرزه شيكابالا اللي كانت الكاميرا عليهم هما الاثنين، لدرجه ان طارق سليمان يعني خبى وشه يعني خجلا من احراز الهدف. يعني متضايق يعني. وطبعا بلده. انا برضو بلده وكل حاجه يعني، والناس تزعل ليه وجمهور بورسعيد يزعل ليه ان الزمالك يكسب يعني هو بيحب يعني فرقته برضه ويزعل ليه من الزمالك يعني. ما احنا بنخلط يعني ليه الخلط ده وليه الامور دي يعني، انا مش فاهم يعني. نعم. الزمالك لعب مباراه كبيره، ولعب بطريقته التقليديه طبعا، 4-4-2 اللي فيها تنويعات معينه. يعني كان المصري طبعا بشكل بوكير طبعا اقيل المفروض بعد هذه المباراه. اقيل بعد هذه المباراه اللي فشلوا في ادارتها وجلوسه الدائم على المقعد دون ان يقف او ان يوجه اللاعبين. ده الهدف الاول للزمالك. حسن مصطفى احرزه حسن مصطفى احرزه في الدقيقه، معلش البس النضاره، في الدقيقه 18 الدقيقه 17 او الدقيقه وتسبب يعني تسبب في شيكابالا اصلا بقذيفته بالظبط. تسديد شيكابالا ردت لحسن مصطفى. طبعا شيكابالا احرز الهدفين الثانيين، وعبد السلام نجاح احرز الهدف المصري. شيكابالا احرز الهدف الثاني بس الثالث ايديكو. الثالث اديكو صحيح. نعم. ايوه نعم. وطبعا الهدف المصري الوحيد احرزه عبد السلام نجاح. الزمالك سيطر على معظم الشوط الاول، المصري كان بيلعب يمكن للتعادل وعمل تكتل دفاعي شويه في هذا الشوط، وحاول يلعب على هجوم مضاد او هجمات مرتده. طبعا الزمالك لعب بتشكيله تقريبا الثابت، يعني عبد الواحد ومحمد ابراهيم يمين، كان فتح الله معاهم عمرو الصفتي في غياب احمد غانم. وفي الوسط عمر جابر وابراهيم صلاح وحسن مصطفى وحسين المحمدي وشبالة واحمد جعفر. بالظبط. طبعا كان في اداء جيد من شيكابالا في هذه المباراه بالتحديد قوي. كان مبدع هو وحسن مصطفى. طبعا هو وحسن مصطفى وشكلوا مع حسين ياسر المحمدي خطوره على مرمى المصري احمد وان كان حسين ياسر ما اعرفش استاذ حسن هل كان في قمه تالقه في هذه المباراه؟ لا ما كانش قوي يعني، هو اللي كان المتالق الحقيقه الاخ اللي معاه الكوره ده اللي عمل المشهد ده، واحد ووراه اربعه، والاربعه انت تعرف يعني المهاره تظهر في الجون ده ازاي؟ في انه لم يحتاج لمسافه ولا لحركه عشان يسدد، استخدم المهاره اللي هي غريبه جدا. اللي عند كل واحد رجله شمال، اللي هي مشط القدم، بمجرد المشط. وده كان بيعمله، انا مش عايز بس الناس تقول انت بتبالغ يا عم حسن، مارادونا وميسي مع المؤاخذه. ده اشكرك. انا عايز بس محمد نصر يعيد لنا اللقطه اللي فاتت وبعد الهدف ويشوف كابتن طارق سليمان ودى وشه الناحيه الثانيه عشان اللعيبه ما تروحلوش. رجع لنا يا محمد كده لو سمحت. نعم. بص لطشت ازاي فعلا ده بس يعني شيكابالا راح على فكره. شيكابالا راح بس بعد يعني ما هتشوف عمل رقصه وبتاع ومش عارف ايه ورقص كان حسام حسن بيقابلهم في الحته دي عند الخط ده قبل كده. ايوه قبل كده فضل قاعد وراح له شيكابالا. لا وطارق سليمان ودى وشه الناحيه الثانيه. ما حطوا يعني ورا ما راسه. حدش يجي لي. ما حدش يجي لي. ما حدش يقرب لي. بص خلي بالك هتيجي اللقطه دلوقتي على طارق سليمان. بص خلي بالك. انا الحقيقه مبسوط جدا من شيكابالا بجد يعني. بص خلي بالك. بص خلي بالك. بص طارق سليمان. بص ودى وشه فين؟ ودى وشه طارق بيصفر، قال يعني هو ما شافش حاجه او مش هيتحسب. وقفوا لوحدهم مش لاقيين حد يحتفل معاهم على الخط. شيكابالا راح، فشيكابالا راح له لغايه الدكه بقى. نعم اتفضل. هدف جميل جدا، هدف في 4. انا بس زي ما فتحي قال شيكابالا الهادي اللي بيركز في الكوره، يا رب يستمر كده والله بجد عشان نكسب موهبه عالميه. ومش عايزه يتنفخ ولا يتغر ولا ولا من الكلام، لان كل انا عارف ان كل
الصحافه والاعلام كله بيتكلم على شيكابالا وعلى مهاراته يعني. بالظبط. الزمالك طبعا زي ما قلنا كان هدفه الاول من خطا دفاعي لاحمد عزب، وخطف الكره احمد جعفر، والكره اداها الراحل لشيكابالا شاطها رجت لحسن مصطفى زي ما قلت يا كابتن. اسامه عزب. اسامه عزب اخذ غرامه 30,000 جنيه. وكان عنده مشكله قبل المباراه مع امير عبد الحميد ومشاكل كده حصلت. وكانت قرارات مهمه قوي الحقيقه لمجلس اداره النادي المصري. ايوه. الحقيقه برضو كان في عصبيه شويه في اداء المصري، وتسرع طبعا الهزيمه على ارضه، دي مشكله كبيره بتصعب الموقف. ربما ما كانش فيه توقع ان الزمالك يعني هيلعب بهذا الحسم وهذه الشراسه في مباراه يعني بعد ما خرج من بطوله الدوري، لكنه طبعا عايز المركز الثاني عشان يعود الى بطوله افريقيا. طب خليني اقول لك جمله مش عارف توافقني ولا يا استاذ حسن، يعني هل المصري طمع في الزمالك ولم يمنحه حقه الطبيعي في التقدير وشعر بانه يستطيع الفوز فكانت الخساره، ولا هذا هو قدر الفريقين والمستوى؟ وصل السؤال. اولا ده فرق المستوى، ده نمره واحد. نعم. نمره واحد يعني. نمره اثنين، لو كان المصري ظن بان الزمالك يعني مش هيلعب بقوه ده يبقى سذاجه. الهدف ده طبعا هدف ساذج في عبد الواحد السيد، وهو يعني قال ان هو اعترف انه هدف سيء. بالظبط، وحزن يعني عليه. حزن جدا. عبد السلام نجاح حطها حلو برضه. طبعا هدف جميل من عبد السلام النجاح. و يعني المصري يمكن بعد الهدف ده جات له شويه ثقه كمان، وحاول يعوض الفارق، وكان ضغط بقوه زي ما احنا شايفين فيه هجمات، بدأ يبادل يعني الهجمات شويه مع الزمالك. كان في